الشهيد قاسم عبد عون عيدان يوسف. ولد الشهيد قاسم عبد عون عيدان في عام 1963 ببغداد. أكمل دراسته الابتدائية والتحق بالخدمة العسكرية. واعتقل الشهيد من قبل النظام البعثي السابق في عام 1980 في معتقل أبو غريب، وبعدها انتقل إلى نقرة السلمان. تعرض الشهيد لأقسى أنواع التعذيب النفسي والجسدي على يد قوات الأمن دون أن يعرف التهمة الموجهة إليه أو الذنب الذي ارتكبه. كانت آخر زيارة لذوي الشهيد قاسم في عام 1986، وبعد ذلك لم يجدوا أي أثر له إلى ما بعد سقوط النظام البعثي السابق عام 2003، حيث ظهر اسمه ضمن قائمة الشهداء المعدومين في المقابر الجماعية.